السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم النهاردة معايا في حلقة جديدة. تعالوا بينا النهاردة نعمل مع بعض أجمل سمنة بلدي في البيت. هنجيب الدهن البقري طبعا من عند أي جزار. دي يا جماعة دهن بقري، مش ليا، اللي حاجة والدهن حاجة تانية. الدهن دوت بيبقى من الجزء اللي هو بتاع بطن العجل. بتبقى طبعا لونها أبيض وناصع كده البياض زي ما انتوا شايفين. تجيبي بقى الكمية اللي انت عايزاها، ولا تقولي زبدة ولا تقولي اي سمنة مهدرجة. مفيش اجمل منها، بستعملها بقالي دلوقتي سنتين وبسم الله ما شاء الله، الله اكبر، تحفة. جبت الكمية اللي عندي وقطعتها زي ما انتوا شايفين كده. ضفتها طبعا في حلة واسعة، ودي الخطوة دي مهمة قوي. لازم تكوني حاطة الدهن بتاعك في حلة واسعة علشان لما يبدأ ان هو يسيح. ضفت عليه معلقتين من الملح ورشة من الفلفل الاسود. رفعتهم على النار وزي ما انتوا شايفين كده على نار متوسطة، وهبدأ كل شوية والتاني اقلب فيهم، وبدأت ان هي تسيح معايا بسم الله ما شاء الله. انا بضيف طبعا الملح علشان خاطر عندي مثابة مادة حافظة للدهن بتاعي، لو قعد معايا سنة بحالها مش هيغير طعمه ابدا. بالنسبة برضو للفلفل الاسود علشان يديني تطعيمة حلوة وريحة جميلة. هو كده كده الدهن البقري ملوش اي ريحة، طبعا ما بيبقاش ريحته نفاذة شوية زي اللي هي طبعا انا كنت عاملاها في القناة بتاعت وصفات ام البنات مع شيمو. سيحتها بطريقة حلوة جدا، لو حابين تشوفوا الفيديو على القناة الاولانية. هنا حبيت اعمل معاكم الدهن البقري علشان خاطر حفاظا طبعا على صحتنا وصحة اولادنا. السمنة دلوقتي طبعا حضراتكم عارفين فيها طبعا مواد حافظة، فيها مواد مهدرجة. احنا نبعد عن كل الحاجات دي خالص علشان خاطر بنفس الشكل اللي حضراتكم شايفينه. سبت بقى الدهن بتاعي لغاية لما ساح خالص، وبعد كده هبدأ اطلع القطع اللي خلاص نزلت كل السمنة بتاعتها. بسيبها بس كده في مصفى، لاني انا دلوقتي بالليل هكمل شغلي فيها تاني يوم. هسيبها بقى تهدى خالص خالص، وهسيبها زي ما هي على البوتاجاز بس تكون متغطية. هغطي طبعا السلة دوت لغاية تاني يوم. تاني يوم بقى يا جماعة ضفت القطع اللي سلت الدهن البقري بتاعي على السمنه اللي موجوده عندي في الحله اللي نزلت منها بكل الخلاصه دي بقى، وهبدا اجيب الهاند بلندر بتاعي وهبدا اضربها. بعد كده رفعتها على النار. انت بقى ما تعمليش الخطوه دي. اول ما تضربي الدهن بتاعك بالهاند بلندر ابدأي انزلي باللبن والسمنه بتاعتك لسه بارده. انا طبعا كنت مشغوله وما خدتش بالي من الخطوه دي، فانت ما تحاوليش ان انت تجربيها، لا ما تحطيش الدهن وهو على النار يسخن وبعد كده تضيفي اللبن علشان ما يفرش منك. انا اول ما لقيته بقى بدأ فار هديت النار خالص وبدأت اضيف شويه شويه. هبدأ اسيبها بقى بعد ما ضفت عندي نص رتل من الحليب، وبعد كده ضفت كمان كوبايتين، يعني اعتبر ضيفه رتل الا ربع من الحليب. الكمية اللي عندي أنا كنت جايبة 2 كيلو. ممكن طبعا تخففي وتضيفي مع الحليب، ممكن تضيفي كوبايتين زيت براحتك، بس أنا عايزاها بنفس الطعم الأصلي بتاعها. اللبن طبعا الحليب بيديلها غنى حلو جدا. ده بقى الخلاصة اللي طلعت لي من الدهن البقري. طبعا بتخلص منها خالص، ما بعملش بيها أي حاجة، بستكفى بالمقدار اللي طلع عندي. هدخله التلاجة بقى بعد ما يكون برد خالص. وهنا تاني يوم يا جماعة طلعتها طبعا وسقعة متلجة. بسم الله ما شاء الله، لونها زي القشطه، ريحتها حلوه قوي. ما تخافيش طبعا، لو جربتي جربي حتى في نص كيلو وان شاء الله هتعجبك. بتعملي محشي، بتعملي طواجن، صينيه بطاطس، اي خضار، بتخلي طعم الاكل في حته تانية خالص. حلو جدا بدون مواد حافظه، بدون اي مواد مهدرجه، وحاجه صحيه هتفيدك، وكمان هتطلعي منها اكلات حلوه كتير جدا. واتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسونيش في اللايك. في رعايه الله.